كوكيز الأفران ببيضة واحدة وكوبايتين من الدقيق عملت كمية ما شاء الله محترمة من كوكيز الأفران. سهل وبسيط وسريع ومكوناته متوفرة في كل بيت زي ما اتعودت في كل فيديوهاتي. النهاردة هنعمله بطريقة سهلة وسريعة، وكمان هنستخدم فيه السمنة بديل للزبدة. ان شاء الله كل ده هتشوفوه بالتفاصيل في الفيديو. وكمان عايزة اقولك ان دي احسن وصفة كوكيز الافران ممكن تجربيها. بعد الوصفة دي كل اللي هيدوقه هيطلب منك الطريقة على طول. لو عايزة تتفرجي على الفيديو للآخر اعملي لايك واشتراك في القناة لو ما كنتي مش مشتركة. هنحط في البولة كده نص كوباية من السمنة، وضروري جدا السمنة هنا تكون طالعة من التلاجة. انا مش عايزاها محجرة قوي بحيث ان هي ما تكسرليش المضرب، وفي نفس الوقت مش عايزاها تكون سايحة اللي هي بدرجة حرارة الغرفة، لا انا عايزاها تكون ساقعة طالعة من التلاجة. اقدر ان انا اضربها كويس جدا بالمضرب الكهربائي لحد لما تفك معايا ويبقى قوامها ابيض وهش كده زي ما انتوا شايفينه. اول ما اوصل للقوام دوت هنزل عليها بربع كوبايه من الزيت. ربع كوبايه من الزيت مش اكتر من كده، وابدا ان انا انزل بيها على السمنه واضربهم برضو ضربه كده خفيفه مع بعض، يعني حوالي 30 ثانيه. بعد كده لما يوصلوا للقوام دوت هنزل عليهم بنص كوبايه من السكر البودر. اهم حاجه السكر البودر يكون منخول ويكون ناعم كويس قوي، واضربهم برضو كويس جدا جدا لحد لما احصل على القوام اللي انتوا شايفينه ده، كريمي وهش وناعم جدا وعامل زي الكريمه حرفيا. هنزل بعد كده عليهم بواحد بيضة بس، وهنزل عليهم كمان بنص معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة أو الفانيليا الباودر، واضربهم برضو كويس جدا مع بعض لحد لما احصل على القوام اللي انتوا شايفينه ده. شايفين يعني الخليط اصلا يتاكل لوحده كده، قوامه هش كريمي فاتح وناعم معانا كويس جدا. بعد كده هنزل عليه بمعلقتين كبار من النشا، او 4 معالق زي ما انا استعملت كده صغيرين من النشا. لو هتستعملي المعلقه الكبيره يبقى معلقتين كبار من النشا، لو معلقه صغيره 4 معالق صغيره. اقلب كويس جدا النشا مع بعض، هنزل عليها بكوبايتين من الدقيق. ولكن خطوه مهمه جدا لازم تاخدي بالك منها، الدقيق انا مش بحطه على كل مرحله واحده، لا بقسمه. يعني اول حاجه بحط كوبايه، بعد كده بحط نص كوبايه على حسب العجينه لما تاخد مني، عشان ما اتفاجئش في الاخر ان العجينه نشفت مني واضطر ان انا ازود سمنه. لا، ازود الكميه واحده واحده كده لحد لما احصل على عجينه كويسه. وانا هوريكم قوام العجينه. زي ما انتم شايفين كده بنزل بالتدريج، وطبعا مع دي بنزل عليهم بمعلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه من الملح، وبقلب كل المكونات دي كده مع بعض. زي ما انتم شايفين كده حطيت كوبايه الدقيق مع البيكنج باودر ورشه الملح، ونزلت عليهم بالكوبايه التانية بالتدريج. حطيتها كلها، حسيت لا العجينه لسه معايا طريه، وفي نفس الوقت يعني متماسكة ولكن طرية معايا في ايدي، لان لو دخلته في الفرن وهو طري كده بالشكل ده هي متماسكة وكل حاجة، لكن لو دخلت الفرن على الوضعية دي هيفرش جدا وهيسيح مني. فبدأت ان انا ازود معلقة كبيرة من الدقيق لحد لما حصلت على القوام ده. العجينة متماسكة مش بتشقق معايا، وفي نفس الوقت ملمسها حلو وناعم. اول ما اوصل للمرحله دي خلاص كده تمام. ودوت بيبقى على حسب نوع الدقيق وحجم البيضه اللي انا استخدمتها، ويعني عوامل تانية. فالمقدار دوت بياخد معاكي من كوبايتين دقيق لكوبايتين وربع بالكتير قوي. انتي حطي المقدار واحده واحده لحد لما تحصلي على القوام اللي انت شفتيه دوت. بعد كده بقى عجنتها كويس جدا والعجينة في ايدي طرية وفي نفس الوقت مش بتشقق. بجيب حوالي كده شوية كده صغيرين من الشوكليت شيبس بحيث ان انا اطعم العجينة بالشوكليت شيبس. اول كده مقطمة الاقي فيها من جوه شوكليت شيبس. هو في الافران مش بيحطوا شوكليت شيبس من جوه، ولكن دي خطوة اختيارية، يعني حابة تحطيها حطيها، مش حابة خلاص احنا كده كده هنحط من على الوش من فوق. خلاص كده العجينة جهزت معايا، مش باحطها في التلاجة ولا أي حاجة، باشتغل بيها على طول. معايا هنا نُص كوباية من الشوكولات شيبس أو الكمية اللي إحنا هنحتاجها للcookies، وبابدأ إن أنا أقطع كورة كده صغيرة من العجينة بتاعتي، يعني حوالي 20 جرام، ما تكبرهاش عن كده. إحنا عايزين نفس الحجم بتاع الأفران اللي إحنا بنشتريه من الفرن. بابدأ بقى إن أنا آخد الكورة كده، وبعد كده باحطها كده في الchocolate chips وبافردها كده بحيث إن هي تاخد كمية كده من الchocolate chips، وبارصها في الصاج مش مدهون أي حاجة. هي العجينة فيها كمية حلوة من السمنة والدهون، فما تدهنيش الصاج ولا ورقة زبدة، ما فيش داعي. باخد كده كورة، حاولي إن وأنتِ بترصيها في الصاج تسيبي مسافات، لإن هي بتفرش شوية صغيرين جدًا، ويعني علشان بعد كده ما يلزقوش في بعض.
ببدأ كده ارصهم واخلص كل الكمية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الفرن يكون سخن، بدخلها على درجة حرارة 190، بتاخد من 12 ل 15 دقيقة. اول ما تاخد لون ذهبي خفيف من تحت، ببدأ ان انا اطفي عليها واولع الشواية لو احتاجت. لو ما احتاجتش لون من فوق، يبقى خلاص طلعيها وسيبيها تبرد في الصاج كويس جدا، وما تحركهاش خالص، لان البسكوتية بتكون طرية وناعمة جدا. ده كده شكله بعد ما طلع في الفرن حاجة في منتهى الجمال، واخد لون ذهبي زي ما انتوا شايفين خفيف، وكمان ريحته رهيبة جدا. يعني بجد من أحلى وصفات الكوكيز المقرمشة اللي هي بتدوب كده في بقك، اللي ممكن تجربوها. بجد كل حد هيدوق الكوكيز ده هيقولك اديني الوصفة، وهتدعولي بجد. تقدروا كمان ان انتوا تعملوه شوكولاته، يعني تشيلوا معلقه كبيره من الدقيق وتحطوا بدلها معلقه كبيره من الكاكاو، وبيطلع معانا ممتاز. ده كده شكله في النهايه قدمته ما شاء الله، الكميه حلوه. يعني كوبايتين دقيق حوالي ربع كيلو طلع لنا الكميه اللي انتوا شايفينها دي. ما شاء الله ممتاز جدا جدا، وريحته تحفه. تقدري تستخدمي بدل السمنه زبده، او زبده على سمنه، يعني ليكي حريه الاختيار. شايفين شكله ما فرش ما شققش، يعني كل الحاجات اللي مسحش في الفرن. فانت تتبعي الخطوات والمقادير اللي انا قلتها في الفيديو، هيطلع معاكي احلى كوكيز ممكن تجربوه. شايفين بقى من جوه؟ يا سلام، مقرمش من بره ودايب جدا وناعم حلو قوي من جوه، مع كوباية الشاي كده بلبن. حاجة تحفة على الفطار، هيعجبكم جدا. أتمنى إن شاء الله الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، ولو محتاجين أي وصفة اكتبولي تحت في التعليقات وأنا هعملها على طول. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.